يجينا على موضوع السخنة. القوافل التجارية في رحلة الشتاء والصيف في ممرات تجارية، هاي ممرات معروفة تاريخيا. في رحلة الشتاء والصيف القوافل التجارية لها محطات تنزل فيها، بيزودوا أنعامهم والإبل والخيل، وبتزودهم بالمي وبالأكل وبالشرب، وبيكمل المسيرة. احنا بالأردن عندنا محطتين، الأزرق والسخنة. هذا الموضوع موضوع تاريخي، يعني لا هو بخاري ولا مسلم، هذا موضوع تاريخي. الأزرق والسخنة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة التجارة الأولى مع عمه لابد أن يمر بهاتين المحطتين، لابد أن يمر فيهم. هو معهوش طيارة عليه الصلاة والسلام ولا معه سيارة، حاله من حال كل الناس اللي طالعين في التجارة. لازم ينزل في محطة الأزرق ولازم ينزل في محطة السخنة، هذا أمر إجباري. فمن جملة تجارته أنه نام هذيك الليلة هناك. الذي يتعلق بالأحكام الشرعية يحتاج إلى دليل، قال الله وقال رسول الله، بتعلق فيه حلال وحرام. العقائد بدها دليل، الأحكام الشرعية بدها دليل. احنا في عندنا قرآن ثم سنة. الجزء الثالث اسمه السيرة، وهي حكايات وروايات النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أستغرب أن يأتي إنسان بمكان علمي ويقول هذه من الإسرائيليات. الإسرائيليات هو ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بدين غيرنا مش بديننا الإسلامي. أستغرب إنه في ناس تضايق لأنه هو مش متخيل إن يكون أهل للكرامة فيبيت النبي صلى الله عليه وسلم في بلده. مش متخيل، يا معقول؟ أنا ما بطلع لي هيك. ولذلك لما ذاكر أحد إخواننا الباحثين وقال لا أبو لهب اللي نام، صار في ارتياح إنه الحمد لله مش النبي اللي نايم، أبو لهب اللي نايم. أبو لهب يعني سعرنا من سعره. غلط. النبي صلى الله عليه وسلم الذي بات في السخنة، وكل الروايات التاريخية. وإذا كان إنسان لم يقرأ، مشكلته مش مشكلتي أنا. الذي اعترض ولم يقرأ بغض النظر شو كان منزلته، عميد كلية ولا رئيس قسم، ما بيهمنا هذا الكلام. إذا لم يقرأ مشكلته، لأنه المثبت مقدم على النافي، واللي عنده معلومة مقدم على اللي ما عنده معلومة. فبعض الناس يستكثر أن يكون النبي بات في بلده صلى الله عليه وسلم. نعم، الزرقاء نام النبي صلى الله عليه وسلم في السخنة. وعندما تطرقت لهذا الموضوع في المهرجان كان من جملة مديح الأردن ككل، ذكرنا عن الكرك وعن معان وعن الطفيلة وعن العقب وعن جرش وعن إربد وعن الغور، ومن جملة الكلام كان الزرقاء. يجي واحد يقول محمد نوح قال النبي نام في الزرقاء مشان ينتخبوه. شو دخل هاي بهاي؟ إذا النبي نام في الزرقاء بتنتخبوني أنا؟ شو دخل هاي بهاي؟ يعني إذا النبي نام بنتخبوني، إذا النبي ما نام ما بتنتخبوه. شو علاقة هاي؟ مش وظيفة انتخابية، عيب أن يقال هذا الكلام. مش موضوع انتخابي، هذه حقائق تاريخية. يجب أن تفخر ببلدك وتعرف أنه بلدك له جذور في التاريخ. فيتسابق بعض الناس وأصحاب الشهادات إلى نفي وجود النبي. آمنت بوجود النبي في السخنة ما آمنت، هذا لا يترتب عليه حكم شرعي. يعني لو واحد طلع اليوم قال لا النبي ما كان هناك، لا يترتب عليه حكم شرعي، لا يترتب عليه كفر ولا إيمان. وإذا قلت النبي نام لا يتكلف عليه، لا يترتب عليها كفر ولا إيمان، ولكن يترتب عليه مفخرة أو عدمها. السيرة النبوية الشريفة لا يشترط في روايتها أن تكون كالبخاري ومسلم. ما تثبت به العقائد والأحكام الشرعية مختلف عما تثبت به الروايات التاريخية. الروايات التاريخية لا تحتاج إلى أن يكون سندها متصل كالبخاري ومسلم. لكن ليش في ناس مش طايق إنه النبي ينام في بلده؟ ما بعرف. بيستكثر على حاله؟ ممكن. شايف إنه هو لا يليق فيه؟ ممكن. أما النبي نعم نام في السخنة، وهو اللي يروح يدور ينفي الكلام، مش أنا مطلوب مني.
اني ادافع، انا لا ادافع عن نفسي في هذا. النبي نام في السخنه، والامر اخر. هذا الكلام ذكرته، ما العجيب الامر كيف. هذا الكلام ذكرته في برنامج الميزان بالتلفزيون الاردني سنه 2011 في محاضره اسمها منزله الاردن، تحدثت عن كل محافظات المملكه وحكيت عن الزرقاء. ما حدا اعترض ولا حدا حكى. في خطبه الجمعه بعد وفاه واستشهاد راشد الزيود الله يرحمه ذكرت نفس الكلام بحضور آلاف من الناس في خطبة الجمعة، والكلام مسجل. ما حدا اعترض. ما حدا اعترض. اليوم لما صار في انتخابات صار في اعتراض، طبعا، لانه صار في غرض دنيوي. صار في غرض دنيوي انه انت يا محمد نوح نفقدك الثقة مع الناس ونفقد ثقة الناس فيك لخدمة اغراض انتخابية. والله العظيم لو سمعت مسبتي بأذني ما خرجت عن أدب الإسلام ولا خرجت عن خلق الرسول ولا عن تربية الدين، لأن هذه منافسة أخلاقية وليست معركة انتخابية. بعض الناس صلاة ما بيصلي، ما حد سأله. سباب دين، أكال ربا، أكال أموال أيتام، ما حد قال له وين رايح. لكن لما نقول النبي نام في السخنة صارت قضية دولية. غصبا عن الراضي والزعلان نام النبي في السخنة، ونفتخر أن النبي مر في بلدنا. نفتخر أنه النبي مر في بلدنا، وهذا أمر سيبقى محل افتخارنا جميعا. والموضوع مش موضوع معلومة دينية، الموضوع موضوع تحطيم إنسان وتحطيم منهج. الموضوع مش موضوع دين، الموضوع موضوع إنه هذا الإنسان إجا لمكان بدنا نخرب عليه ما بينه وبين ناسه. إحنا نلتبس بركة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. ومش معنى الكلام اللي بيقولوا التبرك بالقبور، ما في تبرك بالقبور، حرام التبرك بالقبور، هذا حرام. زيارة القبر بس التبرك بالقبور حرام. ساعة بقول لك حبشي، ساعة بقول لك صوفي، ساعة بقول لك شيعي، ساعة بقول لك أشعري، ساعة بقول لك هاي في عندكم 3000 مرشح. قولوا عن واحد منهم أشعري ولا لأنهم بلا عقيدة. قولوا عن واحد صوفي ولا لأنه بلا تربية. لا نطعن في أحد. وأنا في بداية المهرجان والكلام مسجل قلت أحيي كل القوائم الانتخابية وكل المرشحين، لأن هؤلاء يريدون أن يخدموا مدينتهم. ليش غير فلان تطعنوا فيه؟ شيعي، صوفي. الشيعي من يتهم أمنا عائشة بالزنا. الشيعي من يلعن أبو بكر وعمر ويسميهم أصنام قريش، صنمي قريش، وهم وزيران النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشيعي، مش الشيعي اللي بحب آل البيت. اليوم وبكرة إلى قيام الساعة سنبقى نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليهم في صلاتنا. والذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وعلى آل بيت النبي صلاته باطلة. هذا جزء من العقيدة. صارت الناس تجفل، تجيب سيرة الحسن والحسين وسيدنا علي وستنا فاطمة بلاش يقولوا عني شيعي. صاروا يجفلوا يحكوا عنه. ليش؟ بلاش يقولوا عني شيعي. التشيع فقه، محبة آل البيت دين، هاي غير عن هاي. التشيع مذهب يلعن فيه أبو بكر ويلعن فيه عمر ويتهم فيه 124 ألف صحابي بأنهم كفروا، سوى 17 صحابي ما كفروش. هذا التشيع. نفهم الموضوع صح. كل حتى أناشيدنا في الإذاعة على أبو بكر وعلى عمر وعلى عثمان. الذي يتهم أمنا عائشة بالزنا كافر خارج من الملة، لأنه ناقض صريح القرآن الكريم. الصحابي الوحيد الذي ثبتت صحبته أبو بكر الصديق إذ يقول لصاحبي لا تحزن. هذا التشيع. أما محبة آل البيت هذا موضوع آخر، ومش موضوع سياسة. مش موضوع سياسة، هذا موضوع دين. يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. شو رأيكم نبغض سيدنا علي مشان نرضي فلان وعلان؟ شو رأيكم ندخل بالنفاق مشان ما يضحك عليه؟ لا، هذا عيب. هذا لا كلام علمي ولا كلام فقهي. في محاولة تشويه، في محاولة إخماد للمهرجان اللي حصل، في محاولة سرقة بريق المهرجان اللي حصل. ومن أول يوم لليوم نقول لم يكن مهرجان كتلة يقين، هذا مهرجان كل الأردن. انحكى فيه عن الكرك وعن الطفيلة وعن معان وعن العقبة وعن إربد وعن جرش وعن عجلون. انحكى فيه عن كل محافظات المملكة، لأنه لازم نفتخر ببلدنا ولازم نعتز ببلدنا ولازم نفهم أولادنا والجيل طالع شو هالبلد اللي قاعد في فوهة بركان وكل الدول تحترق
وفي من يحاول أن يشعل النيران. جبنا شركة أمن وحماية مشان تحفظ الأمن، ما يكون بيننا واحد مندس ولا واحد يسوي له مشكلة طلعوا يقولوا محمد نوح عنده بدقاردية، محمد نوح عنده بدقاردية. كيف نفوت على الجامع العاد؟ كيف نفوت على المخيمات؟ وكيف نفوت على القرى؟ وكيف نفوت على الناس معنا بدقاردية؟ يوم كنت بسوق بسيارتي واحد قال لي يا شيخ وظف لك سايق عندك 200 ليرة اكسب في أجر. إن سقت السيارة لحالي بيقول لك بوظف لك سايق، وإن حطينا سايق بيقول شوف الشيخ شايف حاله. إن مشينا على الأرض اطلع الشيخ بيعمل حاله متواضع، وإن ركبنا بسيارة اطلع الشيخ متكبر. شو الممكن نوصل له؟ شو الممكن نوصل له؟ ولذلك الحد الفاصل تقوى الله.